السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات صفارة العميد. حلقة النهاردة إن شاء الله هنعملها بنظام جديد، لأن طبعا أنا عارف الباقات بتبقى مش كبيرة بتاعتكم بتاعت النت، وفي نفس الوقت الفيديوهات بتاعتي معظمها بقى طويل. فأنا إن شاء الله هعمل فيديو كامل وهنزله، وبرضه هنزل هقطعه كده ل3 أجزاء أو 4 أجزاء whatever أي حسب الزمن، وهنزلهم برضو على قناتي على اليوتيوب، بحيث ان اللي عاوز يتفرج على الفيديو كامل هيلاقيه، اللي عاوز يتفرج منه على اجزاء عشان على قد الباقه بتاعته برضو يتفرج عليها. حلقه النهارده ان شاء الله هندي الاول تهنئه، وهنتكلم على المهاجمه المستمره لرئيس لجنه الحكام مارك كلاتنبرج. هنتكلم على الدوري واقف ودور اللجنه في الفتره الجايه دي، ايه اللي هيحصل الفتره الجايه ديت، الحاجات الخاصة بالتحكيم. هنتكلم على مستحقات الحكام سواء كانت في الدوري أو في كأس الرابطة العام الماضي. هنتكلم على شوية حاجات كده تخص إدارة اللجنة. شايفين كده في حاجات كده مش مظبوطة، أو شايفين حاجات كده إيه فيها ريحة الماضي. خليكم معانا ولكن بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم تاني. قبل ما هبدا الفيديو، يعني فضلا منكم وليس امرا مني، اللي اتفرج على الفيديو وعجبه يعمل شير او يعمل لايك، واللي مش مشترك في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يصلك كل جديد من صفاره العميد. هنقدم اول تهنئه طبعا كاس العالم ان شاء الله في قطر 2022. عندنا مساعد من مصر، هو الوحيد اللي بيمثلنا في كاس العالم، كابتن محمود ابو الرجال. بنقدم له التهنئه، وان شاء الله بنتمنى له، هو يستحق فعلا ان هو يشارك في كاس العالم. بنتمنى له التوفيق ان شاء الله، ونتمنى له ان هو يكمل فيما بعد دور المجموعات، لان كابتن محمود ابو الرجال زي ما انتم عارفين هو مساعد دولي، وكمان معاه رخصه الفار الدوليه، يعني ممكن يلعب كمساعد على ما اظن. المساعد دي اساسي، هو رايح كمساعد. هل الفار بقى ممكن يشارك في الادوار اللي بعد كده؟ ده اللي هنشوفه في كاس العالم. التهنئه الثانيه، ودي تهنئه انا مش معاها، بس مضطر انا، يعني زي ما انتم عارفين النظام السنه دي كان غريب جدا. حطوا صنفوا الحكام، والحكام اتحطت على السيستم، بحيث ان هو الناس ديت هي بس اللي هتحكم الممتاز، والناس بس هي اللي هتحكم الممتاز به. فطبعا كانت حاله من يعني عايز اقول يعني قرار خاطئ طبعا. يعني انا عاوز اقول لكم حاجه، ان مارك كلاتنبرج كان عاوز يطور الموضوع دوت، بس انا هقول لكم هو ما ينفعش في مصر ليه، او ممكن يتاجل 3-4 سنين، لان احنا هنا غير انجلترا. فطبعا بقدم التهنئه لكل الحكام. حكام كتير قوي تم وضع اساميهم على السيستم، هيرجعوا تاني يحكموا سواء في الممتاز او الممتاز ب، وفي دفعه تاني بعد منها ان شاء الله قريب في القريب العاجل ان شاء الله هيتحطوا على السيستم، وبالتالي كل حكام الدرجه الاولى هيبقوا على السيستم. لان انا ما كنتش مع المنطق دوت. حكام كانت بتحكم في الدوري الممتاز فوق، لا اساميهم على السيستم في الدوري الممتاز، ولا اساميهم على السيستم في الممتاز ب. حكام كانت بتحكم في الممتاز ب اتشالت من على السيستم، بقت بتحكم درجه ثالثه. فطبعا درجه وحكم يبقى درجه اولى بقى له 15 سنه ولا 10 سنين، ومره واحده يلاقي نفسه مش موجود على السيستم. فانا بقدم التهنئه للحكام اللي تم وضع اساميهم على السيستم، وان شاء الله في القريب العاجل الدفعه اللي بعد كده ان شاء الله يبقى كل حكام الدرجه الاولى اسمهم محطوط على السيستم. هنيجي بعد كده للنقطه الثانيه، اللي هي المهاجمه المستمره لمارك كلاتنبرج. كل اللي يطلع يقول لك احنا مش شايفين تطوير غير رفع مستوى الخطا، مش شايفين تطوير غير رفع مستوى الخطا، مش شايفين تطوير غير رفع مستوى الخطا. طبعا انا بحترم كل وجهات النظر، ممكن اكون انا غلط، بس احنا بنتناقش وبنتكلم بالمنطق، بنتكلم باسلوب علمي. انا بتكلم الناس اللي بتهاجم مارك كلاتنبرج ويقول لك احنا ما شفناش تطوير. هو الراجل يا جماعه اصلا مسك من اول 8، يعني ما كملش 3 شهور. دي نمره 1. نمره 2، احنا ما لعبناش غير 3 ماتشات في الدوري الممتاز و4 ماتشات في الممتاز ب، يبقى بصماته حبان امتى؟ دي نمره 2. نمره 3، اللي بيعايب او مش عاجبه رفع مستوى الخطا. ما هو رفع مستوى الخطا ده كان بيعمل كوارث في الدوريات اللي قبل كده في السنين اللي فاتت، اللي احنا كنا خدنا بقى اللمسه خطا، اللمسه ركله جزاء، اللمسه طرد، اللمسه، الكلام ده كله، لدرجه ان اللعيب لما بيكون معاه الكوره، وصل لمرحله معاه الكوره ومش عارف يتصرف فيها، يقوم رامي نفسه عشان ياخد فاول والحكم كان بيديله. فرفع مستوى الخطا دي مش حاجه هينه. رفع مستوى الخطا دي حاجه كنا بنطالب بيها من زمان، عشان نضاهي التحكيم الافريقي اللي هو بيعتمد على القوه والسرعه.
على التحكيم الاوروبي، وانا جبت لكم فيديو بتاع ليفربول وتوتنهام، شفت الدفعه عامله ازاي والحكم ما حسبش، والفار اداله كونفرميشن اللي هي ما فيهاش ركله جزاء ويستمر اللعب لان بيسمح بالاحتكاك. فهو رفع مستوى الخطا ده نوع من انواع التطوير. دي نمره 3. نمره 4 الراجل احنا قلنا بقى له 3 شهور 3 ماتشات في الدوري الممتاز. طب ما ناس مسكت 11 سنه، ناس مسكت اللجنه 11 سنه، ما شفناش تطوير خالص، ما شفناش الا معلش دوري كذا مره كان هيبوظ، كان دوري بيتلعب بكره يد مش كره قدم، لمسه يد واضحه قدام العالم كله، والدوري كان هيتلغي مرتين 3. حكام ركلات جزاء لم تحتسب، ركلات جزاء صحيحه مليون في المية لم تحتسب، وركلات جزاء وهميه احتسبت. ما شفناش تطوير، ما شفناش غير بس نطلع نقول احنا 16 ساعه شغالين، 16 ساعه احنا ما بننامش، احنا مش عارف ايه، احنا قاعدين مرابطين في الهدف. تمام. دي نمره 4. نمره 5 كان كل اسبوع يتلعب نبعت نجيب الحكام استوديو تحليلي، ونجيب ال 15 20 واحد اللي هم منتفعين في ال 15 سنه دول، اللي هم تبع اللجنه، ايشي لجنه فنيه، وايشي لجنه اداريه، وايشي لجنه تنسيقيه، وايشي لجنه يعني 15 نفر، 15 فرد مع احترامي ليهم، هم اللي كانوا منتفعين في ال 11 سنه اللي فاتت دول. الساعه بالشيء الفلاني والحسابه بتحسب، اجيب الحكام استوديو تحليلي بعد الاسبوع الاولاني، شوف كام الف جنيه في المعسكر دوت، بعدها بيومين يجي استوديو تحليلي الاسبوع الثاني، بعدها ب3 ايام يجي استوديو تحليلي. انا عايزكم بس تشوفوا صرفنا ملايين، اهدرت اهدار مال العالم، اهدرت قد ايه ملايين ومفيش تطوير، ما شفناش تطوير. يبقى انا ما طالبش الراجل من اول 3 شهور، وبعدين انا بحارب الراجل من دلوقتي ليه؟ ما اديله فرصه يشتغل، اديله فرصه يشتغل. وانا بناشد الناس اللي معاه، كابتن تامر در، كابتن احمد ابو العيله، كابتن محمد فاروق، كابتن ايمن دجيش، انتوا مسؤوليتكم الراجل ده انتوا تنجحوه. وانا من الاخر كده انا بقول لكم من الاخر ما حد، لجنه الحكام مش هتنجح الا اذا كانت مستقله بعيد عن اتحاد الكوره، من الاخر، عشان قولا واحدا. تمام. فعلى طول بنهاجم الراجل يعني على الفاضي والمليان. خدنا ايه من التطوير غير حكام ضيعت هيبه التحكيم والحكام المصريين في البطوله العربيه، وما لغاش المباراه خوفا على هيبه مصر. هيبه مصر مين؟ ده انت اضعت هيبه مصر واضعت هيبه الحكام والتحكيم. ادي التطوير اللي احنا خدناه في ال 11 سنه اللي فاتوا. التطوير خدناه زي ما قلنا ان 15 واحد هم المستفيدين من التحكيم، والساعه بالشيء الفلاني حسابها بتحسب. تمام. اهدار مال عام من المعسكرات واستوديوهات تحليليه وما خدناش غير حكام، يعني حكام ممتازين اعلنوا اعتزالهم من التحكيم بسبب الظلم، ومساعدين برضه. فالناس اللي بتهاجم مارك راتنبرج عشان التطوير وعشان الكلام ده كله نصبر عليه، نديله الفرصه، نديله الفرصه، وان شاء الله نقيمه في اخر الموسم. هنيجي بعد كده لموضوع توقف الدوري ودور لجنه الحكام الفتره اللي فاتت ديت، الفتره اللي جايه دي عفوا. طبعا عملنا اتصالاتنا وعرفنا ان مارك راتنبرج هيزور الصعيد في اليومين الجايين دول في الاقصر، يعني حكام الصعيد كلهم هيتجمعوا في محافظه الاقصر وهيعمل لهم اجتماع. طبعا احنا كنا عارفين ان في حكام سوهاج رفضوا اداره المباريات بتاعت القسم الثالث، لان هم طبعا كانوا بيعانوا من المشكله اللي احنا قلناها، اللي هي ما كانش اساميهم على السيستم. ازاي حكام كانت بتحكم في الدوري الممتاز والممتاز ب ما يحكموش ويحكموا لدرجه ثالثه؟ فاعلنوا طبعا ان هم اعتذارهم عن اداء المباريات. فبالتالي كانت يعني الدنيا كانت يعني مش مظبوطه الفتره اللي فاتت دي. فاحنا شايفين ان مارك راتنبرج هيروح الاقصر يجتمع بالحكام، وعندي معلومه ان في حكام كتير قوي مش هتحضر الاجتماع ده لانهم عندهم استياء، حاسين ان مفيش جديد، حاسين برضه اللي هم هيتظلموا. وجهه نظرهم ان مارك راتنبرج لا يعرف هشام ولا يعرف حسين ولا يعرف محمد، طبعا عشان يقول لك ده يصنف A ولا ده يصنف B ولا ده يصنف C ولا D. طبعا ما اعرفش الحاجات دي كلها. انا كده بلوم على اللجنه اللي بيساعدوه. الراجل ده ما يعرفش اسامي. انا ليا وجهه نظر، الفار دلوقتي قضى على اي حاجه. لو في ركله جزاء الحكم ما حسبهاش الفار بيجيبه، لو حسب ركله جزاء وركله جزاء خطا الفار بيجيبه. المساعد بيعمل ديلي على اللعبه، اوف سايد بيرفع بعد انتهاء اللعبه، مش اوف سايد بيسيبها الفار بيجيبه.
طيب احنا بقى ليه نصنف الحكام؟ يعني الحكام كانت بتحكم في الدوري الممتاز ومعاها رخصه ملعب، بتصفر في الدوري الممتاز ومعاها رخصه ملعب، واتشالت واتحطت في تحكم ممتاز بقدره قادر. ليه؟ ملاعب الناس. اول حاجه من حق كل حكم درجه اولى ان هو يحصل على رخصه، من حق كل حكم درجه اولى يحصل على رخصه الملعب، والمساعدين يحصلوا على الفار والايفار، ده من حقهم كدرجه اولى. عندنا حكام كتير يا جماعه، يعني عايز اقول هتبطل واتظلمت. الحكام دي انا كان معايا من 12 سنه كانوا في معسكر الدرجه الاولى، زي محمد طارق اسكندريه واحمد العباسي من كفر الشيخ. الناس دي في انتظار رخصه الملعب، الناس دي مظلومه. فانا ليه اصنف اقول لي مارك كراتنبرج؟ طب في انجلترا هناك هم كام حكم وعددهم قليل. نمره 2 هناك بيتسمع كلام الناس اللي تحت اللي هم زي اللجان الفرعيه، يقول له هشام ده كويس في الليفل 2، ممكن يتصعد ليفل 1، بياخد برايهم على طول. انما احنا ما فيش غير كلامكم انتوا اللي بيمشي، اللي انتوا عاوزينه بتعملوه. زي ما المقوله بتاعت زمان، الدفاتر دفاترنا والورق ورقنا. اللي انتوا عاوزينه، الحكام اللي انتوا عاوزوها بتاخدوها. معسكر الواعدين والموهوبين والمتميزين والمميزين والصاعدين والهابطين، ما المعسكرات دي انتوا عملتوها فزاعه عشان ننتقي الحكام ومستقبل التحكيم وفي الاخر بتاخدوا ال 10 15 حكم ولادكم وولاد قرايبكم والمحسوبيات والمجاملات، وبتاخدوا معاهم 4 حكام او 5 حكام او مساعدين اللي هم يعني كفاءتهم ودرجه الموهبه بتاعتهم بتجبر اي حد اللي هو ياخدها، وبتاخدوا اللي انتوا عاوزينه. يعني زي ما يكون بتجيب مثلا، مؤاخذه بالكلمه، كام كيلو فاكهه وبتعصرهم وتطلع حبه قد كده. هم دول اللي انتوا بتعملوه. طب دول انتوا بتطلعوا موهوبين، انتوا بتطلعوا الناس اللي انتوا عاوزينهم. يعني انتوا اللي بتعملوا برضه. بص، لا معد بدني، يعني انتوا المقوله بتطلعوها وبتصدقوها. معد بدني، انا واحد من الناس والله اقسم بالله، كان رئيس اللجنه عندنا رشحني ان انا اخش معد بدني لما الاتحاد قال له او اللجنه قالت له رشح لنا معد بدني، بما ان انا كنت يعني انا ماسك حكام السويس، كنت بمرنهم او انا بتمرن معاهم. انا طبعا مش دارس، بس كنت بجيب برامج، كنت بخش على النت وعلى اليوتيوب والكلام ده كله، كنت بجيب برامج من مدربين كبار والكلام ده كله. الحكام يعني كان في ناس بتتمرن معايا كتير، فانا كنت اكتر واحد مهتم. اتعرض اسمي ايام الدكتور عزب الحجاج، قالوا لا احنا عاوزين حكم، ده حكم عامل لسه شغال، احنا عاوزين حكم مبطل، يعني حكم متقاعد. تدور الايام وياخدوا معد بدني، مع احترامي طبعا لكابتن محمد ابو خاطر حبيبي اخويا، خدوا معد بدني محمد ابو خاطر وهو لسه حكم عامل. طلعوا كابتن طارق سامي دوره لكه مدنيه في بوروندي وهو لسه حكم عامل. يعني انتوا اللي انتوا عاوزين بتعملوه. برضه الحكام الدوليين لما يكون حكم عنده 38 سنه و39 سنه يقول لك ده كبير. برضه رحت خدت واحد عنده 43 سنه او 44 سنه دخلته القائمه الدوليه. وهنروح بعيد ليه؟ محمد سيد بكر ومحمود عاشور، مع احترامي الاثنين اصدقائي واخواتي. انا بتكلم على الدفاتر دفاترنا والورق ورقنا. محمود عاشور 47 سنه ومحمد سيد بكر 46 سنه. ده كان حكم دولي وده كان حكم دولي. الاثنين جريوا ونجحوا وكشفوا طبي ونجحوا. خدوا محمود عاشور ما خدوش محمد سيد بكر. ليه؟ الله اعلم. بس انا عندي معلومه مؤكده ان الاتحاد كوره هو اللي عاوز محمود عاشور، عشان ما حدش برضه يظلم اللجنه. معلومه مؤكده هم عاوزين محمود عاشور. ليه الحرب دي وليه الاستقتال ده على محمود عاشور؟ طب ما خدتوش ليه محمد سيد بكر؟ يبقى الورق ورقنا والدفاتر هم عاوزين بيعملوه. تمام؟ فنيجي برضو لمشكله حكام الصعيد. طبعا كانوا عاملين حكام الصعيد رفضوا بتاع ده. عندنا مثلا حكم في الصعيد اسمه عماد عطا يعني بيحكم ممتاز بيه وهو عنده 25 سنه. هو طبعا معهوش رخصه ملعب، فانا مش هتكلم على الممتاز لانه معهوش رخصه ملعب. طيب ما تدوا له رخصه ملعب زيه زي بقيه الناس اللي ما خدتش. طب الراجل ده بيحكم ممتاز بيه من هو عنده 25 سنه وهو عنده 39 يعني 14 سنه. مره واحده كده هوب حكم ماتش واحد في الخامس من 5 اسابيع، ونلاقي حكام حكموا 5 اسابيع من 5 اسابيع و4 اسابيع من 5 اسابيع. طب ليه رجعنا للنظام؟ احنا قلنا الفارق خلاص ما فيش، ما الفار موجود. ليه احنا مش قلنا اللي حكام للدوري الممتاز انتوا اللي قلتوا مش هيحكموا ممتاز بيه؟ طب نسبه يحكموا ممتاز بيه ليه؟ طب الحكم اللي بيحكم ممتاز بيه ياخد الاسبوع الاول والثاني والثالث والرابع ليه؟ او ياخد الاسبوع الاول والثالث والخامس ليه؟ وواحد زي عماد عطا عايز اقول لكم الماتشات منطقه الصعيد ديت ماتشات ضرب نار. فتخيل انت لما يكون حكم بيحكم 14 سنه ممتاز بيه في الصعيد، تمام؟
وما يحكمش الا ماتش واحد في اسبوع؟ طبعا لا، من حقه اللي هو يستاء ومن حق حكام الصعيد يستاءوا. عماد عطا له اخ برضه اسمه محمد عطا للاسف، ده بيحكم بقى، ده مساعد بيحكم في الدوري الممتاز بقى له 4 5 سنين، وكل سنه بياخد له حوالي 3 4 ماتشات ومعاه رخصه فار. الوحيد اللي ما لعبش فار لغايه دلوقتي وما لعبش السنه دي ممتاز، ورغم ان هو راح المعسكر وبرضه ما بيلعبش. تيجي تسال حد فيهم؟ لا. وده اللي هنقوله بعد كده في المرحله الجايه. هنيجي بعد كده هنتكلم على اليو تيست اللي هيتعمل اول شهر 12. وبصراحه انا بشكر محمد ابو خاطر معد اللياقه البدنيه والمسؤول اللياقه البدنيه في لجنه الحكام، كان من الحكام متميزين، وهو بامانه متميز قوي في شغلته معد بدني. النهارده عمل فيديو لايف بصراحه، يعني انا بقول الفيديو ده له ايجابيات، اللي هو برده ريح الحكام ويعني بمعنى يعني اتمرنوا وان شاء الله ربنا يكرمكم وتنجحوا. شرح اليو تيست بطريقه جميله كده مبسطه. قال لك طبعا في اوروبا بيعملوا فيفا تيست مرتين في الموسم، في قبل بدايه الموسم وفي منتصف الموسم اللي هو بين الدورين. انما اليو تيست ده طبعا ده قياس قياسات بدنيه للحكام، عشان زي ما انتم عارفين كده وانا معاه في الكلام دوت، حكام بمجرد ما تنجح في الكوبر بيقعدوا ما بيتمرنوش، خلاص كده بينتخوا الوزن بيزيد. انما اليو تيست ده بيبين قد ايه الحكم جاهز بدنيا عشان يدير المباريات، بيتمرن ولا لا. فالحاجات دي اليو تيست ده قياسات بدنيه عشان تبين مدى استعداد الحكام لاداره المباريات. طبعا وشرح برضو الفايده منه ان هو بيقيس الاكسجين، نسبه الاكسجين في جسم الحكم. طبعا هو قال ان الاكسجين بيحتاج من 60 ل 65 ملي لتر، فده طبعا لازم يكون عنده بيقول عليها يعني الكلياكوجين. يعني الكلياكوجين لو مش موجود في الجسم يبقى مفيش اكسجين. فهو طبعا انا مش يعني هو اتكلم عن الاكسجين واتكلم على كلياكوجين ان دوت مرتبط بدوت، لو ده مش موجود يبقى مفيش اكسجين في الجسم. فشرح بطريقه بصراحه مبسطه ونزل لهم ازاي يتمرنوا، يعني عامل شغل كويس. فانا بشيد بالفيديو اللي عمله كابتن محمد ابو خاطر، بتمنى التوفيق للحكام في اليو تيست. وانما انا ليا بس يعني حاجه للكابتن محمد ابو خاطر، يا ريت اليو تيست الاختبار يتعمل بنفس المصداقيه والشفافيه لكل حكام مصر. يبقى ما نعملهوش اجريسيف وفول باور مع الحكام الغلابه، واعملوا يعني ادي زوبه زقه للحكام اللي انت عارفهم. انا بتكلم لان احنا في حلقه صفاره العميد، احنا لو في حاجه مش مظبوطه هنجيبها على طول. فاحنا بنتمنى كل حكام التوفيق. احنا مش عاوزين دول اخواتنا، احنا مش عاوزين نقفل، لا احنا بنقول ايه؟ احنا هنطبق الاختبار بما يرضي الله على جميع الحكام سواسيه. بس ده اللي احنا مش عاوزينه الا من الكابتن محمد ابو خاطر الصديق العزيز، بنتمنى له التوفيق. هنيجي نتكلم على مستحقات الحكام. طبعا مستحقات الحكام سواء في الدوري موسم 2021 2022 يعني عايز اقول 70% منها ما اتصرفش. طبعا مستحقات الحكام بتاعت كاس الرابطه السنه اللي فاتت، طب لما انا ما صرفناش كل ده، هلعب كاس الرابطه الجديد ازاي؟ يا جماعه ما ينفعش يا جماعه اللي احنا بنعمله دوت، وخاصه ان الانديه كلها دافعه مستحقات الحكام لغايه نهايه الدور الاولاني للسيزون دوت اللي احنا لسه بنلعبه، لعبنا فيه اول 3 اسابيع. طب الفلوس موجوده، ليه اعسف الحكام؟ ليه اعذبهم عشان ياخدوا مستحقاتهم؟ وبعدين اعمل مسابقه ثانيه وانا لسه ما قبضتش المسابقه كاس الرابطه بتاعت السنه اللي فاتت؟ بأي منطق؟ ونرجع، وانا بقول لكم هنرجع نقول بعد كاس الرابطه، هنقول لك انسوا كاس الرابطه اللي فاتت، واتقالت فعلا واترمت بالونه اختبار. خلاص يا جماعه كاس الرابطه السنه اللي فاتت دي خلاص دي يعني هديه من الحكام. لا ما ينفعش، الحكام تعبت وشقيت. ولا هتروح زي مستحقات الحكام بتاعت 2010 2011 اللي كانت الافات مؤلفه؟ لا. فانا بناشد لجنه الحكام وبناشد المسؤول عن الماليات في لجنه الحكام يكلم الاتحاد ويبدا يشوف مستحقات الحكام متاخره، سواء في الدوري بقيه الدوري اللي هي تمثل 70% من موسم الماضي،
وكاس الرابطه بتاع السنه اللي فاتت، وازاي هبدا كاس الرابطه السنه دي وانا ما قبضتش كاس الرابطه المره العام الماضي. تمام؟ هنيجي نتكلم، احنا اتكلمنا على مستحقات الحكام، هنتكلم على في احساس كده، وانا قلتها في بدايه الحلقه، في احساس كده حاسينه بتكبر بعض اعضاء اللجنه الرئيسيه. احنا عارفين اللجنه الرئيسيه كابتن تامر الدوري، وكابتن احمد ابو العلا، وكابتن محمد فاروق، والكابتن ايمن دجيش، العميد ايمن دجيش. انا بس قبل ما اتكلم على التكبر عاوز اقول للناس اللي عماله تقول للكابتن محمد فاروق، طبعا الكابتن محمد فاروق قيمه كبيره وقامه كبيره جدا ويستحق طبعا، واهلي له اللي هو يمسك رئيس لجنه حكام مصر، ولكن يا جماعه الراجل قائم باعمال مارك كلاتنبرج في الفتره اللي مارك كلاتنبرج هيسافر كاس يحلل مباريات كاس العالم. حد يقول لي طب يا كابتن ده وقته عشان برضه من ضمن التطوير يسيب، طب يا جماعه ما كانوا بيبقوا ماسكين اللجنه وبيروحوا يشتغلوا في الامارات وبيروحوا يحللوا مباريات في السعوديه والمغرب وبيقعدوا بالشهور كلهم مش كلهم. اللي كان قاعد في الامارات قاعد شهر يحلل المباريات او يحاضر حكام وسايب حكام مصر اهو، واللي راح السعوديه برضه يحاضر حكام السعوديه قعد شهر، واللي راح المغرب. فالراجل ده راح، يعني يا جماعه ده ايفنت يعني كبير، يعني فاعليه كبيره كاس العالم، ازاي ما يروحش جايت له فرصه يحلل اداء الحكام؟ ما هو كل هو هيروح يستفيد وهيجي يجيب لنا كل جديد، هيجي يجيب لنا كل جديد. فمش عايزين نهاجم عمال على بطال ونقول الراجل مسافر ومش مسافر. فطبعا في الفتره دي القائم باعمال مارك كلاتنبرج كابتن محمد فاروق، فهو ما مسكش لجنه ولا حاجه، ولكن هو قائم باعمال رئيس لجنه الحكام الفتره اللي هو هيغيب فيها مارك كلاتنبرج. طبعا بنتمنى التوفيق للكابتن محمد فاروق وبقيه اعضاء اللجنه. نرجع لمرجوعنا وبنقول ان حاسين بتكبر، وحاسين ان بدات نغمه زمان ما يردوش على حد وهو ده اللي عندنا واذا كان عاجبك والكلام ده كله. لا، انا بقول لكم يا جماعه انتوا اخواتنا الكبار، عيب احنا كده مفيش جديد. هو الكرسي ده يا جماعه اللي بيقعد عليه خلاص بيبقى بيشرب شاي بالياسمين؟ لا، انتوا جايين عشان تخدموا الحكام، انتوا جايين عشان تعملوا صالح الحكام. خدوا بالكم خلاص، احنا قلنا الفار قضى على الفوارق سواء الحكام او مساعدين. فالفتره اللي فاتت ديت انتوا دخلتوا قرايبكم ودخلتوا جيرانكم وبتعملوا حساب لاعضاء المجلس الاتحاد وبتعملوا حساب لرؤساء الانديه في الحكام. طبعا انا مش الحكام دول زمايلي وانا كنت حكم، ما فيش حكم والحمد لله رب العالمين مصري تشوبه شائبه ولا عضو لجنه، عشان برضه يبقى كلامي واضح، لا عضو لجنه ولا حكم من الحكام تشوبه شائبه. احنا بنتكلم برضه بيبقى فيه حته عمليات حسابيه. رئيس نادي لا انت بعتيش الحكم ده يا كابتن، انا مش محظوظ معاه، انا بخسر على ايده على طول، او ما بعتوش، او حكم ما كانش موفق في بعض المباريات، في مباراه مثلا كان رئيس النادي بتاعك قوي او رئيس لجنه قوي او عضو في الرابطه او عضو في اتحاد الكوره، فبيتوقف الحكم ده وبيقعد ممكن يبطل تحكيم اصلا. فارجوكم انا بقول بطلوا كبرياء وبطلوا تكبر. تمام؟ الكرسي مش دايم لحد، كرسي مش دايم، وخدوا بنصايح اللجان الفرعيه. انا بتكلم بقول لكم بطلوا تكبر. تمام؟ يعني دي نصيحتي لاعضاء اللجنه الفرعيه. انا اقول بعض اللجنه الرئيسيه، بعض اعضاء اللجنه بدات الظهور حاله من التكبر والكبرياء عندهم، ان هم ما بيردوش على حد ولا بيعبروا حد واللي في دماغهم بيعملوه. لا، ما هو انت مع احترامي، يعني مع احترامي، كنتوا انتوا ماسكين مناصب كبيره بحكم اللي انتوا كنتوا كبار. لا، مع حكام الاقاليم لو خدت عشر اللي انتوا خدتوه، عشر من دعم اللي انتوا خدتوه، كانوا زمانهم في حته ثانيه. مع احترامي ليكم يا جماعه، احنا مش عايزين نتكلم ان انتوا اخواتنا واحنا بنفتخر بيكم، بس مش على حساب، يعني مش على حساب اخواتكم الحكام متقاعدين او اعضاء اللجان الفرعيه. لا، كلنا عارفين اللي انتوا كنتوا بتاخدوا امتيازات مش موجوده، ما بياخدهاش حكم اقليمي. فما تتكبروش على حد، ما تتكبروش على حد، وراعوا ربنا. ما ينفعش يبقى حكم في الدوري الممتاز 3 اسابيع يحكم 3 اسابيع، ما ينفعش يبقى حكم في الممتاز ب 4 اسابيع يحكم 4 اسابيع. هو مش طيار، ما احنا قلنا يا جماعه. وحق الناس اللي معاش رخص تاخد رخص ملعب. دي كانت حلقه سفاره العميد. فضلا وليس امرا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من سفاره العميد. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.